اخوتي السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كرامز. من بعد ما جاوني بزاف ديال التساؤلات على هذا الموضوع اللي هو اشنو اللي مزيان، واش السيارات من الصنع الالماني او السيارات اليابانيه، قررت انني ندير لكم هذه السلسله اللي غادي تخليكم انكم تميزوا بين النوعين او لا بين الصانعين، الصانع الالماني والياباني. والقرار طبعا راه كيرجع لكم اخوتي. واليوم من بعد الطلب ديالكم اللي هو شنو هي احسن سياره ب5 المليون او ل 6 المليون اللي مناسبه للطريق الطويله وذات جوده عاليه ولومبان فيها قليل بزاف او لا منعدم. وطبعا اختاريت لكم جوج ديال السيارات، وحده من الصنع الالماني وحده من الصنع الياباني، اللي هما المرسيدس 190 والتويوتا كورولا 8 ديال الخيل. بغيتي الطريق الطويله خصك 8 الخيل او 9 الخيل او 10 الخيل، هذه راه الناس الحريفيه راه عارفينها. وبلا ما يجي شي حد يقول لي باللي راه واش باقا شي 190 دايره 6 المليون او لا 5 المليون، حيت اللي قالها راه طبعا ماشي حريفي ما والو. راه كاينه مرسيدس 190 ديال 6 المليون 6 المليون ونص اللي تشوف فيها عينيك، يعني خليني تعشق عاد تركب فيها وتشد بها يعني الطريق الطويله السبت وحد دوز بها الويكاند، يا سلام. خليني من اللحظه برا، كاين طبعا اي طوموبيل واي ماركه راه كاين الحديد ديال 2 المليون 3 المليون، كاينه المرسيدس 190 ديال 2 المليون 3 المليون، ولكن راه ما تحملش تركب عليها. وبالنسبه لهذه المقارنه غادي تشمل العمر ديال السياره والتصميم الخارجي والداخلي وطبعا الاداء. واخيرا راه القرار ديالي اللي غادي نعطيه لكم انا شنو كنفضل بين هاد جوج ديال السيارات. وغادي نبداو على بركه الله. بالنسبه لل 190 بدا التصنيع ديالها سنه 1982 وسال سنه 1993، وغادي نهضر على النورمال طبعا، يعني مولات الكاتر سيلان، يعني الا خديتي فيها النقا اخويا غادي يكون العمر ديالها ما كيقلش على 28 سنه. زيد على ذلك انها ممكن ان تكون ديوانه 2010 ولا 2007 ولا 2012، ولكن راه العمر ديالها الاصلي التاريخ ديال الخروج ديالها يعني 1993 هو لا فان ديالها. اما بالنسبه لكورولا فراه بدا التصنيع ديالها سنه تقريبا 2000 وسالا سنه 2007، كنهضر على الجيل السابع. يعني الا خديتي فيها النقا العمر ديالها اقل تقدير غادي يكون هو 14 سنه تقريبا. جينا ندويو على العمر غادي نختار سياره كورولا. بالنسبه للتصميم الخارجي من دابا نقولها لكم اخوتي، الحطه والهيبه اللي كاينه في ال 190 واخا الموديل قديم ولكن باقا عاطيه للعين ومحكومه اكثر وثابته اكثر. اما بالنسبه للكورولا فكتبان عاديه، سياره تقليديه يعني تواكب موجه السيارات في العمر ديالها. من الداخل كورولا مجهزه اكثر وكتحس براسك راكب في طوموبيل عصريه شويه، وكتقبل اي اضافات، يعني اضفتي لها ايكرون في الطابلو راه كيجي معها جميع الاضافات اللي كاينين دابا في الوقت الحالي، راه ممكن انك تضيفهم ليها وكيجوا معها في الطابلو عادي. ومتسعه بالنسبه للكورولا من الداخل كتحس بها متسعه بزاف، ماشي بحال ال 190 اللي ضيقه وقديمه، وهنا كنفضل الكورولا طبعا. بالنسبه للاداء وجوده التصنيع هنا غادي نخلي القرار لكم اخوتي. خلوا لي كومونتير شكون هما احسن السياره بالنسبه لكم، واش كورولا او لا ال 190. وما تنساوش كذلك تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم اللي تعم الفائده. بالنسبه للسرعه القصوى ديال مرسيدس 190 تقريبا 160 170 كيلومتر في الساعه، اما بالنسبه للكورولا راه كتوصل حتى ل 190 حتى ل 200 كيلومتر في الساعه. واخر حاجه ان البياس ديالهم راه موجود تقريبا، والتكلفه ديال الاصلاح متساويه بين السيارتين، يعني بحال التكلفه ديال الاصلاح تقريبا ديال 190 بحال ديال الكورولا. البياس موجود ديالهم في اي مدينه كنتي فيها تقريبا في المغرب كامل، راه كنشوفوها كدور في المغرب كامل تقريبا ل 190، الا في بعض المدن اللي هما كبيره بزاف بحال كازا ولا الرباط ولا مراكش، الناس بداو كيهربوا من ال 190 بحكم ان لومبوتياج والزحام بزاف، هي شويه ثقيله في القليعه ديالها ثقيله شويه، والفران فيها ناقص شويه. هذا هو العيب البسيط ديال ال 190. والعمر ديالها طبعا اللي هو قديم شويه. اما لا جينا نشوفوا الجوده او لا ديال المتانه ديال السياره، فال 190 كتبقى افضل من كورولا. الصح والعمل هذه معروفه على ال 190، داكشي علاش كتلقى واحد العدد كبير ديال الناس اللي هما في بوادي كاسبينها بزاف، بحكم انه ما كيخسر على والو، المازوت فقط والفلترات وكيبدل الزيت وكيمشي فين ما بغى. واخيرا الراي ديالي الشخصي، انا كنفضل طبعا عن تجربه الكورولا على ال 190. علاش؟ بالنسبه للطول ديالي شويه طويل شويه، هذاك الشيء علاش كتجيني ال 190 ضيقه شويه من الداخل، ضيقه بزاف، ما كنحكمهاش بزاف في السوقان. داكشي علاش كنفضل الكورولا. الكورولا كنكون مرتاح فيها اكثر،
والاداء ديالها كنحس بكورولا انها مزيانه اكثر، مرونفليه اكثر، الموتور كتحس به كيتجاوب معك، بحكم ان الوزن الخفيف ديال السياره عكس المرسيدس اللي ثقيله وزايد الوزن ديالها شويه. كان معكم الحسن وكنتم تشاهدون كرمز، نلتقي في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.